السلام عليكم. معكم نسرين، عمري 30 عام، مطلقة وعندي وليد واحد. حياتي ما كانتش سهلة، ولكن الحمد لله كنت قادة براسي. كاريه واحد الدار في واحد العمارة زوينة وناسها باينين محترمين. أنا ما خداماش برا، ولكن لقيت راسي في التجارة البسيطة، كنبيع البيجامات وحوايج ديال العيالات غير من الدار. عندي كليان ديالي كيجيو عندي يتقداو، والحمد لله مخلصة الكرة، مصروفي ومصروف ولدي واجد، وكنت عايشة مرتاحة. الحياة ديالي كانت عادية بين ولدي والتجارة، وما كانش ناقصني حتى خير. كنت فرحانة حيت حسيت براسي قادة بلا راجل، ومتحرة من مشاكل الطلاق اللي دازت عليا. غير اللي ما كنتش عارفة هو أن القدر غادي يجيب لي واحد الحكاية اللي غادي تقلب حياتي راسنا على عاقب. في هاد العمارة اللي ساكنة فيها كان واحد الشاب ساكن قدامي في الطابق، عمره 24 عام. من نهار دخلت وأنا كنلاحظ عينيه ديما عليا، في الطالع في النازل في الممر ولا في السطح. هو ما كانش خدام واخا عنده ديبلوم، وكنت نسمع من الأم ديالو اللي بيني وبينها غير سلام باللي باقي كيقلب على خدمة وما لاقانش. في الأول ما عطيتوش أهمية، قلت غير شاب بحال أي واحد كيدير الفضول وصافي. ولكن مع الأيام وليت كنشوفو بزاف، خصوصا في السطح. أنا عندي بلاصة صغيرة كنجمع فيها الحوايج الزايدين، ولا كنطلع نعرض الفراش، ومرات كنطلع مع ولدي باش نتهواو شوية. مرة على مرة ولا كيجي عندي بالهضرة، يسول فيا، يشكي ليا بلي الظروف صعيبة وهو معطل، وانا كنت كنواسيه بحال اختيارته الصغرى، حيت فرق العمر بيناتنا كان باين. غير هو مع الوقت ولا كلامه مختلف، بدا يقول لي راك ما باينش فيك مطلقه، باقيه صغيره وزوينه احسن من بزاف البنات الصغار. انا كنضحك وكنحاول نبدل الموضوع، ولكن في قلبي حسيت بشي حاجه ما مفهوماش. حتى واحد النهار وقعت حاجه اللي خلاتني نشك فيه بزاف. طلعت للسطح، كنت متكيه وخداتني الغمضه حيت كنت دايره واحد الدواء على رجلي باش نسخنهم بالشمس. فقت لقيته جالس مقابلني على كرسي كيشوف فيا. تفاجأت، قلت له ويلي اش كدير هنا؟ جاوبني ببروده غير جالس واعتبرني ما كاينش. من تما بدا كيقرب بزاف، قال لي بلي كيحس براسو باغيني وبغى يعاود حياته معايا واخا انا مطلقه وعندي ولد. انا ما صدقتوش، قلت غير لعب دهاري صغار. ولكن هو موقفش، بدا كيطلب مني النمره، ومن بعد تليفونات طويله بسوايع. مره يقول لي بغيت نجي عندك غير نهضر معاك، وانا في واحد اللحظه بلا ما نحس قلت له واخا. جا عندي، قعدنا، ضحكنا وهضرنا بحال جوج اصدقاء. ومن داك النهار ولا كيجي مرات اخرى ديما بالتخبيه، حتى ولفنا بعضياتنا. 6 شهور وحنا هكا، الجيران ولا حتى عائلته ما شاكوش فينا. انا كنت كنقول مع راسي واش فعلا هاد الشاب كيبغيني؟ واش يمكن يعاود حياته معايا؟ خصوصا هو صريح، قال لي بلي ما عندوش خدمه وباغي غير يبدا من جديد. غير الصدمه الكبيره جاو مع الوقت، بدا كيبعث لي فيديوهات من تليفونه وانا نقول غير مقاطع عاديه من الانترنت. حتى واحد النهار قال لي دخلي شوفي الفيديوهات اللي صيفط لك دابا. دخلت وكانت الكارثه. لقيت فيديوهات ديالي انا في داري، وانا لابسه بيجاما ولا جالسه معاه ولا كنت كنهضر عادي، وهو مصورني بلا ما نحس. تخيلتوا الصدمه؟ انا اللي عطيتو الثقه ودخلته لداري، وهو بدل ما يحافظ عليا كان كيسجلني من ورا ظهري. عيطت ليه، واجهته، وهو ضحك وقال اش كنتي كتسناي؟ راك نيه بزاف، واش حسبتي بلي انا باغيك بصح وانتيا في العمر ديال امي؟ وقتها حسيت راسي طحت في واحد الفخ كبير. كنت كنقول ليه من الاول انا كبيره عليك، وهو يجاوب ما باينش فيك، راك زوينه، انا كنبغيك. وفي الاخير اكتشفت باللي كلشي كانت لعبه غير باش يوصل اللي بغا. في داك النهار عرفت درس كبير، الثقه ما خاصهاش تنعطى بسهوله، خصوصا في هذا الزمان اللي فيه بزاف الوجوه لابسه اقنعه.